بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارح نزلت كلام واليوم في عليه سؤال. كلام عندما قلت إنه هناك أمراض رجعت لي وأنا متعجب لماذا رجعت لي، وأنا كل اليوم مع القناة أقرأ كل يوم، أنا أقرأ سورة البقرة وعندي استغفار، لكن لاحظت إني استغفاري نزل بالأعداد، نزل العدد في الأيام التي كان يعود المرض، وكأنه تنبيه رباني. فهناك سؤال، نسمع السؤال أدخل هذا الكلام إلى أحد المتابعين الشك، كيف إنه ممكن ونحن نستغفر مثلا، ليش عدد كبير وهكذا. نسمعه ونجاوب عليه ونستشهد في أمور، نستشهد في رسائل إخوة، نستشهد في قصص إخوة على الكلام، ونستشهد على الواقع الذي نعيشه. عندنا كثير حفظ لكتاب الله، إن كثير 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 ملايين حافظ لكتاب الله، أفواج، لكنك تسمع حفظة كتاب الله ماذا يقولوا. بالله عليك ماذا يفعل حفظة كتاب الله كل يوم ماذا يفعلوا؟ كل يوم يرددوا، كل يوم يثبتوا، كل يوم يقرأوا 3 4 5 أجزاء في اليوم، يرددوا. مش حسنات هاي؟ مش هاي فيها تقريبا 200، فيها 250 300 ألف حسنة في اليوم؟ طب ليش يشهدوا على أنفسهم حفظة كتاب الله؟ نسمع السؤال. لازم والله تفرح لهذا الكلام، إنه إحنا لا نبتدع بكلامنا عن الاستغفار. لازم تفرح وتعرف الدرب، حقيقة كيف نصل إلى الله. لن نصل إلى الله بدون الاستغفار، وهذا فضل من الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا فضل من الله. في كثير ناس انتكست يا أخي الكريم، في ناس انتكست بعد أن أخذت، فتح الله عليها بأرزاقها، كانت مكثرة. والله كانوا هناك أخوات تقولي أنا سبحان الله لزمت الاستغفار فاتخطبت، خطبها انخطبت وتركت الاستغفار، تركها العريس. نعم، وهناك إخوة يأخذوا ثم يتهاونوا ويتكاسلوا ويتركوا. فهذا كلام عشان تأخذ الاستغفار محمل الجد. جميل إن وجدنا ما سبب الانتكاسات، جميل إننا وجدنا ما سبب إنه الأمور تتعثر من جديد. طب مش حلو إنك تعرف شو السبب وتسمع حفظة كتاب الله؟ يا جماعة، حافظ كتاب الله مش كمبيوتر في عنده ديسك براسه وانت بده يطلعه. حافظ كتاب الله لازم يبقى كل يوم يردد كتاب الله، كل يوم عنده أجزاء، مش أقل من 5 أجزاء في اليوم بده يعيد حفظها فهذا مش حسنات، مش هذا وقت، مش هذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش هذا خباب. لو انك بس هيك، ليش انا بنزل قصص اصحاب كتاب الله؟ لانه اهل الله وخاصته، اهل القرآن مش اهل الله وخاصته. طب ليه بنتكسوا؟ ليه بصير معهن أحوال؟ لازم تفرح إنك لقيت المفتاح، لازم ترضى إن لقينا المفتاح ولا نتهاون فيه. لأنه عندما تتهاون، أنا قلت يوما ما الذي يتهاون في صلاة الفجر مرة واحدة سيتهاون فيها بعد ذلك ويتركها. نعم، وسيكون عليه صعب جدا إنه يعود إليها. والله كنت أعرف شخص قال لي 13 سنة، مع إنه كل الصلوات مش مضيحة يصليها في البيت، قال 13 سنة وأنا مداوم على صلاة الفجر في المسجد. ذهب إلى الحج، من يوم ما ذهب إلى الحج قال ولا يوم تركت صلاة الفجر حتى وأنا مريض، كنت آجي شايف. وباقي الصلوات خلص. لما الإنسان بيحافظ على ورد، على سقف، لازم أنت تعرف سقفك. سقفي لا يشبه سقفك. السقف مثلا عندي أنا 10,000، أنت عندك 20,000، فلان عنده 30,000. فهمت علي؟ فالكلام مهم جدا يا جماعة،
انك تعرف انه انا لم يشفع لي اني لا استغفر. لربما انا اظن اني كحافظ كتاب الله، كحافظ كتاب الله مشغول كل يوم يقرأ قرآن، يقرأ كتاب الله كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، ويظن انه مش لا الا بيصيبه بلاء، الا بيصيبه بلاء هو عقاب. وهكذا انا اظن انه اللي بيصيبني بلاء بدأت يعني اجنح لهذا الباب، مش دائما يعني. فتفقدت نفسي فوجدت نفسي اني عن جد يعني اقول لك يعني يمكن للظهر كان عندي 300 استغفار. انا للظهر كنت مستغفر، يعني في الماضي كنت استغفر للظهر تقريبا يعني صرت او موصل 15 16 الف استغفار. تفهم شو الكلام؟ لكن بالمجمل عندما انهي اليوم الذي ما فيهوش استغفار كثير، ليش؟ مش لاني انا بديش استغفر، لاني انا عمال اتابعك، وانا هذا الدرس عشان احضره يعني انا ساعة وانا عمال اجمع ادلة عشان ابين لك، واسمع الدروس واسمع قصص المستغفرين التي تصلني، وما يلائم هذا الدرس من قصص المستغفرين ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني قصص لا تنتهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله يزيد ويبارك ان شاء الله. هذا الذي يفرح القلب. فأنت عندما تسمع لا تتراخى مع الاستغفار فسيذهب منك كل شيء. ما هذا الذي حدث معنا؟ ماذا الذي حدث معنا بال 2015 بدل 2015؟ ما هو كل شيء تبخر وعدنا أدرجنا حتى وصلنا إلى 2022. فهذا الذي يحدث مع كثير. في ناس يعني بتوصل لك الرسالة ثم تنتهي، لكن عشان لا تنتكس في المستقبل البعيد. يعني هذا الذي شفاه الله، وانت سمعت القصة انه الله شفاني، وانا كمان الله شفاني، لانك انت بتسمعني دائما، ثم جئت لك بهذه الجزئية. لكن لو اني كنت متابع مثلي مثلك، نعم الله شفاني وكل شيء، تقاعست، بدأت امراض هكذا، ما ايه كيف هاي، ما شو هاي، ما عرفت ليش. ولكني انا مدرك اني انا في بعض الايام وكانوا انشغلت كثير، والاخوة المشرفين بيعرفوا، يعني فتحنا جروبات على اساس انه ياخذوا عني الشغل كله. نعم فتحت جروبات يعني اساس انه المشرفين يتولوا كل الشغل، لاني انا بطل عندي وقت. شيلي يعني في ايام قصص المستغفرين، ففتحنا هذه القناة الجديدة، قناة القصص وجروب القصص كله جديد، هذا كلياته على اساس ياخذوا مني هذه القصص، وما اتكلف اني انشرها انا، خلص قد نشرت، انا اخذ القصة التي تلائمني، انا اخذ القصة التي تلائم الدرس، نستشهد في قصة ونستمر. لكن كان عندي في بعض الأحيان أني أنزل أنا 3 دروس متتالية، كل واحد أكثر من 30-35 دقيقة متتالية. ليش؟ في عندي قصص، وكل قصة تتكلم، هذه تتكلم عن سورة البقرة، وهذه تتكلم عن الاستغفار، وهذه جمعت الاستغفار مع سورة البقرة، فننزل يعني هنا 5 قصص وهنا 4 قصص وهنا 3 قصص، لأنه أصحاب القصص يريدون أن يسمعوا قصصهم. لكنك أنت ما سمعت في المستقبل البعيد انه كلياتنا عندما عندما تقاعصنا سحب الله البساط من تحت اقدامنا. فالله ينبهنا بهذا الكلام. لو لم يحدث معي لقلت هذا الرجل عمال يذنب، لربما عاد الى ذنوبه. لا، لاني نزلت في ورد الاستغفار. كم من شيخ على المنبر، كم من عالم، كم من كاتب يكتب يحفز الناس، كم من حافظ لكتاب الله، كم من منابر، يعني ما حدا بيشفع لنا انه يعني دعوة مستجاب. الله يريد ان يبين لنا اهمية الاستغفار. شوف كيف الله قلب الاحوال، كمان لحفظة كتاب الله، كمان للشيوخ، كمان لأئمة المساجد، كمان للي بيجهزوا الدكتوراه، كمان لمدرسي في المسجد النبوي، كمان لحفظة كتاب الله في 10 قراءات، كلهم سبحان الله عندما لازموا الاستغفار تغيرت احوالهم، مع انهم كانوا يعيشوا في هموم لا تنتهي. يا الله، نحن في خدمة دين الله جل في علاه، وامراض واسقام وديون وهموم لا تنتهي. فالاستغفار هو نفس. بحب لك تفهم هذا الكلام، هذا يعني مش انا، مش لك، يعني للاخ السائل، للمتابع، بحب لك تفهم هذا الكلام، انها اكسجين العبادة.
لن ترفع أي عبادة بدون استغفار. يعني مش لن ترفع، لن تثمر ماء، مش ماء فقل استغفر ربكم إنه كان غفار السماء عليكم مدرارا، ماء الذي تروي به عبادتك، كل عبادتك الصلاة والصيام والحج والزكاة وكلها هو الاستغفار. عندما تسقيه في الاستغفار وتتبعه في الاستغفار، الصلاة تتبعها في الاستغفار. في زماننا هذا مش الثلاثة، صحيح موقوف على 3 استغفارات، قول بعد ما تنهي الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم تقوم من الصلاة. لكن طبعا يعني احنا ما بدلنا، انا ولا مرة استغفرت 3 يعني وقفت، حتى في الماضي حتى قبل ما يعني خلاص استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله واستغفر الله واقوم مثلا هكذا. لكن اذا انا بدي اعرف ان الامر موقوف لا ازيد حرف، كالتسبيح سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 33 33 33 هكذا، لا نزيد ولا يعني ولا ننقص ابدا، كل شيء موقوف. فالجميل هنا انك تصل للمفتاح الحقيقي، تقول الحمد لله، الحمد لله اني انا اليوم عرفت انه الاستغفار خلاص انا بحافظ على استغفاري، معناها الله بده يفتح علي. طب انا مش كل دائما كنت اني انزل، انا كثرة الاعمال الاشغال، مش كانت القصص يعني بالاول كنا ننزل قصة ونعيدها، بالله عليكم الا تذكرون هذا الكلام؟ مش كنا ننزل قصة ونعيدها؟ طيب اليوم انتم عمالين تسمعوا القصة مرة واحدة، وكل يوم في قصص، كل يوم في قصص. كثرنا صار عندنا ناس استغفرت، الناس بدأت تدلو بدلوها. نعم، من كتم علم ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. كيف تحفزني إذا ما عشت الآية؟ الناس وجدت. طب ما أنا أعيش آية أحفظ كتاب الله، طب ليه لم يثمر معي كتاب الله وأنا أصير يعني سبحان الله؟ لازم تفرح، لازم تقول خلص أنا الآن يقينا عرفت انه الاستغفار هو مفتاح الفرج بكل شيء. عشان يرفع دعائي بعد الصلاة، والصلاة وانا ساجد واسأل الله يا رب يا رب يا رب وانا ساجد، هذا سيتحقق الدعاء بعد لزوم الاستغفار. وصيامي سيقبله الله ولي دعوة مستجابة بعد الاستغفار. يعني انا بستغفر كل اليوم، وإلك البشرى في كل عبادة. ما العيب؟ احنا في زمان غير الزمان يا جماعة. يا زلمة انت بتنظر الى ما، اذا بتنظر بتشوف حرام، اذا بتتكلم حرام، اذا بتظن بتفكر فلان عمل كذا وكذا بتظن حرام، كلك حرام بحرام، كل شيء من حولك حرام. ما كان قبل، ما كان هذا الشيء يا اخي. ارجع لزمن التلفزة، قبل زمن التلفزة والموبايلات هاي ما كان هالقد. نعم، انا بذكر احنا صغار كان عندنا يعني لربما محطة على التلفاز ابيض واسود، واحنا صغار ما كان في شيء. نعم، راديو لا ترى فيها شيء. اليوم العري ما هو التلفاز جاب العري، إلا لكان منين أجى العري هذا كلياته؟ هاي المكياج والمشاهير منين أجوا؟ منين صاروا مشهورين؟ من التلفاز. بدأنا نشوفهن على الهواء وبلشوا تزلط وزلبط وهكذا، وعري وتكشف وصبغ شعر وصبغ عيون وصبغ من التلفاز. كم لو هو التلفاز عمره في يعني عندنا منتشر قد عن جد، يعني تلفاز مش اسم ابيض واسود، تلفاز ملون اللي بيطلع المكياج كمان. كم له؟ 50 سنة؟ لا ما ملوش 50 سنة. ابيض واسود ملون يعني قد 40 45 سنة هكذا. عندنا في بلادنا احنا 45 سنة كان بالاول ابيض واسود، يعني ما فيش تشوف كل المناظر، يعني اللي حاطه حمرة واللي حاطه بودرة واللي حاطه اصفر واللي حاطه اخضر، واللي عينينها خضر واللي عينينها سود واللي عينينها ابيض واللي عينينها حمر، ما فيش لون، ابيض واسود. حتى ظهرت هاي الفتن التي لا تنتهي، فنحن ذنوبنا لا تنتهي. عشان لا هيك لا تستكثر انك تستغفر. والله كيف تنظر بتشوف حرام. طب القليل إن رأيت وأنت تستغفر جميل. أسأل الله لا يثبت الله الكتبة يكتبوا
كل حركة بتسويها تكتب. نسمع السؤال ونكمل إن شاء الله بنقرأ قصصهم. فلا والله أنا مبسوط أقسم بالله. أنا كنت في حيرة من أمري يا جماعة. أنا اتصلت في طبيب قلت له يعني كيف يعني إنه الإشي بيرجع على حاله؟ كيف الإشي بيرجع على حاله؟ يعني بدأ ليه؟ لماذا؟ الله لا يعد المستغفر وما كان لهم عذر يستغفرون. يعني بلاء حتى ان الله فتح علي، ويعني عرفت حالي اني انا اليوم كنت مقصر كثير بالاستغفار، مقصر كثير يا جماعة. يعني امبارح يمكن وصلت 25,000 استغفار، لكن اللي قبله ما وصل. يعني عندما أدركت الأمر ما كنتش موصل 2500 3000 استغفار، بس أنا مشغول هون معاكم. فأنا يعني في خدمة دين الله بفضل الله، والله يستخدمني والحمد لله رب العالمين. مش يعني قاعد على الشيشة والأرجيلة وعمال ألعب وأسهر وكلام من هنا وكلام من هنا، لا. هذا هو بيت القصيد، هذا جمال إن الله يبصرك في عيبك. ووالله أكثر دعاء بستدعيه لأمة الإسلام: اللهم بصرنا بعيوبنا وارزقنا أن يعني يعطينا الحل لأن نخلص منها. فهذا الحمد لله رب العالمين هو يعني التقليل من الاستغفار. فكثير من الناس كانت تستغفر 100 وتسبح 100 وتهلل 100 وتصلي على النبي 100 وتعمل 100 100 100 100، وبالآخر هي مشغولة وعندها جزئين، وبالآخر هي في ذيل الأمم وهي مديونة وهي مكروبة وأمورها مش عمال تستقيم. طبعا جميل إني أنا أعرف إنه الاستغفار يا عمي بدك تكثر منه. نعم، مش هذا هو الجمال إنك تعرف خلص وصلنا إلى حقيقة الاستغفار، مش أنا بستغفره زي اللي بمكر. نحن والله كمكرة نمكر بالليل والنهار. كيف يعني؟ استغفرت الله قضى عني دين 80,000 دولار أنا بالاستغفار من حيث لا أحتسب، ثم شوي ننشغل بالتجارة وننسى الاستغفار. فالله لا يريدك أن تنسى، لا يريدك أن تمكر، ويريدك أن تعيش الاستغفار من هنا حتى تلقاه بالإكثار. كل شيء عند الله له ثمن. فيا إما تقبل إنه الكلام الحمد لله، وتقول الحمد لله الذي بصرنا في عيوبنا، بصرنا إن استغفارنا قليل. فنحن نقرأ كتاب الله ونحفظ كتاب الله وكل هذه، ونصلي على رسول الله ونعمل، لكن ما شفع لنا شيء كما شفع الاستغفار. وهذه حقيقة، شفتها ولا ما شفتها؟ سمعت قصص المستغفرين ولا لم تسمعها؟ نعم. هنا نقرأ، لازم احنا نفهم شو معنى كلمة حافظ كتاب الله. حافظ كتاب الله مش كمبيوتر يعني. حافظ كتاب الله بده يردد كل يوم يقرأ. اعتذر. والله يا أستاذ محمد عشت الاستغفار في 2016 لمدة شهور، ما عشت أيام في حياتي مثلها من الراحة والطمأنينة والرزق، بالرغم من إني أحفظ القرآن كاملا وربما أختمه في يوم حفظا ولا أدري. طبعا وكمل إنه يعني كمالة الرسالة إنه أنا سأعود للاستغفار معك من جديد. نقرأ هذه القصة كمان. منذ 2007 أنا أحفظ القرآن، ولم أعش هذا الفضل إلا بعد أن عشت الاستغفار والأمطار وتغير المسكن ووفيت ديني والحمد لله. طيب، هو ما عاشش كما عاش مع الاستغفار رغم أنه حافظ لكتاب الله. نعم. الآن نسمع سؤال الأخ. يعني أنا أعطيت المقدمة إنه الحمد لله الذي بصرنا بأنه استغفارنا قليل، فإذا لم في المستقبل يعني الثمار بدأت تتراكم الديون علينا ونحن نستغفر بالقليل وأمورنا، فمعناه نظرية الاستغفار كلها يعني مش نظرية. يعني أقصد إنه بتفكر إنه أي استغفار يعني 200 و500 بينفع و1000 بينفع
ولا ليه 30,000 بعدين بتنزل وتصير انت تقول انا كنت استغفر 1000؟ طب ليش انا فلان بيستغفر 30,000 مثلا؟ فبيطلع الموضوع كلياته وكأنه فيه. لكن عندما أقلينا الاستغفار وكأن الله بدأ يسحب البساط، رغم أننا نعبد الله، رغم أننا نقرأ سورة البقرة يوميا، رغم هذول إخوة حافظ الكتاب بالله. نسمع كلام الأخ. السلام عليكم أستاذي الكريم، الله يجزيك الخير يا رب. أنا متعرف على حضرتك من شي شهر ونص، الحمد لله على الطريق، والشغلات عم تنصحنا فيها يعني، وعم بنصح العالم الحمد لله، واستفدت وحسيت بك شغلات كتير حلوة. يعني ما صار لسه عندي قصة، أنا عندي والله بنتي مريضة يعني، العفو منك، عندها تبرز لا إرادي، بتمنى تدعينا بقيام الليل أمانة. بس مو هي قصتي اللي حكيت مشانها يعني، ولا عندي قصة، بس عندي شيء يعني صار زغزغة بالقلب. أنا كل يوم بتسمع عليه كل دروس الجدد أول بأول. هلا من يومين طرحت حضرتك فكرة، هالفكرة صار عندي زغزغة وراها يعني، ما بعرف شلون بلهجتكم بدي أفهمك إياها أستاذ. يعني صار عندي إنه حضرتك عم تقول إنه أنا قللت شوية استغفار رجع المرض. يعني صار مدري نفسي مدري الشيطان مدري يعني، صار يعني حبيت ابعتك على الخاص، قلت افضل يعني من العام، مشان اذا ما حدا صاير عنده يصير عنده، الشيطان يوسوس له. قلت بركي تنصحني او تعطيني سبب يعني. مهم هي يعني انت قلت انه قللت شوي رجع لي المرض. طيب استاذ، هلا في مثلا انا بسمع كتير قصص، واحمد بن حنبل هي اللي قلت لنا عليها سمعونا من 2-3 سنين، في ناس مثلا بيستغفروا يكون معهم مرض الله لا يروينا سرطان. طب هذا المرض السرطان هن بيستغفروا بيقروا قرآن او سورة البقرة او مثل ما حضرتك فوائد الاستغفار، بيطيبوا وما بيرجعوا له. ليش حضرتك مثلا المرض اللي عندك وهو اخف، مثل ما عرفت يمكن اكزيما وهيك، الله يشفيك يا رب ويعافيك، ايه وهو اخف كتير، ليش انه لا يرجع؟ يعني القدر كمان مو منتظرنا يعني، مثل ما بقولوا رحمة الله سبقت غضبه، يعني مو منتظرنا على هالخطأ يعني، كل يعني على الدقرة او مثل ما بقولوا بلهجتكم يعني هيك على الخطأ، انه منتظرنا انه حتى ليش قللت شوية استغفار. فحبيت هيك ابعت لك مشان اشوف يعني هالشغلة اكيد تسللت لقلوب ناس تانية مثلي، اكيد انا مالي الوحيد. يعني بصراحة هيك لما سمعت هيك الهمة شوي ضعفت، ما بعرف صار كركبة يعني عندي، صار بدها توضيح كبير. الله يجزيك الخير. حياك الله أخي الكريم. طيب هو قصة الإمام أحمد مع الخباز، طب ما هو كان لازم الاستغفار هذا الرجل، يعني دائما لازم الاستغفار. قال له هل وجدت من استغفارك شيء؟ طيب ما هو حافظ كتاب الله، يردد كتاب الله كل يوم. طيب الله جل في علاه يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب يعني هو كثير انه الواحد يعني والله يعني ساعة زمان 10,000 استغفار، ساعة زمان تجلس انت وحدك هكذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله بدون صوت، لسان وشفتين، وهذا العد فقط عشان انت تحفز نفسك وبتذكرك المسبح على يعني بس هيك المعلومة. فما العيب انك انت من لزم الاستغفار. ما هو الحديث صريح وواضح، واضح الحديث مش من استغفر 100، الحديث مش قال من استغفر، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. شو يعني من لزمه؟ يعني لزم يعني هو يعني انا بقعد وانا جالس وبتكلموا ساعة وانا بتكلم ساعة وبعدين بقول استغفر الله استغفر الله، بعد ترجع الكلام ساعة فانا بعد بستغفر 2 أو 3. لا، لزم يعني انا كل وقت مستغفر. لو لم تكن عندي قناتي لكنت مستغفر. لو وصلت 30,000 يوما ما بعد ما اخذت الصلاة على رسول الله
عشان في أحد الإخوة قال لي بل يا أخي علمنا عن الصلاة على رسول الله. قلت له أنا لا، ما ينبغي لي أن أكلمك عن حديث الرسول عليه السلام عن الصلاة على رسول الله ما معروفة، لكن كيف أنا أبين لك إياها؟ فقلت أنا لازم أعيش الآية، فأخذت على نفسي إني أن أصلي على رسول الله بالصيغة الإبراهيمية. كانت مدة شهرين بين الفجر والشروق، تقريبا 400 صلاة على رسول الله، 450 380 هكذا بين الفجر والشروق. بتعرف أنت بتبقى شوي تعبان، مش زي لما بالفجر طبعا لأنك. المهم، فنزل معي ورد الاستغفار، معي سورة البقرة مرة واحدة، وخط الصلاة على رسول الله كانت 400 بين الفجر والشروق. فهذا وقت الفجر والشروق نزل لي ورد الاستغفار مع القناة. نزل ورد الاستغفار ل 10,000 12,000 14,000 هكذا. فأول يوم تركت الصلاة على رسول الله من باب إني بلغ عني ولو آية، لأني أنا وقتها تكلمت إني زوجت أولادي وعشت هذا الجمال الصلاة على رسول الله، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وبلغت هذه الآية في كتاب، في دروس محمد حجازي والصلاة الإبراهيمية، ممكن تسمع الدرس. المهم، أول تدويني والله الذي لا إله إلا ولا رب سواه، يعني قلت سنرى، يعني أنا اليوم خلصت الصلاة على رسول الله وارتفعت مباشرة إلى 30,000، فكتبت تدوين سنرى ماذا يفعل الله بالاستغفار 30,000. كنا بشهر 9 تقريبا، وإذا السماء تمطر. طيب شو هذا يدل على شيء ولا لا يدل على شيء؟ ما كانش في مطر، ما كنتش مستغفر ب30,000 لمدة أكثر من شهرين. لكن عندما كتبت التدوين وأول يوم بالاستغفار وإذا السماء تمطر، الحمد لله رب العالمين. والله إنها هاي بشارة خير، إننا لا نتقاعس ولا نتهاون مع الاستغفار. والله إن هذا يعني لازم يفرح قلبك، وتعرف إن الله لن يعذبك إذا في عندك أوراق، يعني ما تتهاون. الشيطان سيأتيك يقول لك 7,000 بتكفي، وثم ينزل معك إلى 6,000، ثم يشغلك عن 5,000، ثم يأخذك إلى 4,000. طبعا الأرزاق بعدها مستمرة، الأمور بعدها ميسرة، شوي شوي بطل عندك سقف. كما قلنا صلاة الفجر أنت ضيعتها أول مرة، ثاني مرة بتصير هوينة عليك، يعني ثاني مرة هيك شوي وبعدين ثالث مرة، بعدين رابع مرة خلاص يلا بصليها في البيت. هكذا، والاستغفار هكذا. وأي إشي أنت مثلا أنت محافظة على قراءة جزئين، في مجرد أنك تنزل يوم 2 من جزئين إلى جزء أو جزء وحزب مثلا، خلاص بتصير تنزل، وشوي شوي ما تشعر إلا أنت تركت كل شيء. فهذا السقف له أهمية كبيرة جدا جدا، إنك لا يمكن أنت قدسه، مش أنا أقدسه، أنت قدسه لنفسك، ولا تعلم الناس التقديس. يعني اللي بيقدر يستطيع، مش إني أقدس الاستغفار 30,000 من باب التحديد، لا إلي عيشوا إلك ولا تنزل عنه، مش 30,000. أنا مش عارف منين جابوا لنا إياها وشغلونا فيها وكأننا علينا تهمي. أنا بدي حدا كل الناس تتهمني، وكأنه 30,000 استغفار تهمي، وكأننا نكفر 30,000 كفر. والله لا يستحوا من الله، والله ما إلا إنهم هم الذين خربوا الدين. هذول اللي بيقول لك ثبت وانت حددت ورد. كان سيدنا أبو هريرة يا جماعة يستغفر 12,000 مرة في اليوم. طب ليه يا عم أبو هريرة؟ ليه يا سيدنا أبو هريرة؟ ليه شو كنت تعرف عن 12,000 على قدر عتقي؟ طيب ما هو معناها الصحة والكمال في فوقية 12,000 مرة، النجاة والشفاء والتيسير. معناها إذا أخذنا ورد سيدنا أبو هريرة إنه يكون المينيموم الأقل شيء 12,000 مرة، فإحنا على مأمن خلص كاللي يعني. فهمت أنا وين دا واصلك؟ ما هو أنت بعدين شوي شوي بأخذك الشيطان بودرك، أقسم بالله بودرك، بيطلعك بدون استغفار الشيطان. بعدين بقول لك يلا 5,000، بعدين بشغلك بشغلي، بعدين الله بيفتح عليك برزق وتبدأ الأمور ثم تنشغل. يلا طب أنت لما بتعرف إني أنا ممنوع أنزل عن الاستغفار، فهذا حبل النجاة، لن تتعثر حياتي أبدا أبدا مع هذا الاستغفار. إذا أنا لزمت الاستغفار بأعداد كثيرة وأنت بتعرف نفسك، ابدأ راقب نفسك أخي الكريم. فأنا الحمد لله رب العالمين، الله بصرني وين المشكلة.
الله بصرني. احنا الذنوب الامور عادية، ما بنقترف اشياء جديدة، موجودة نفس الاشياء بحياتنا، لكن اللي جد اني انا نزلت. وكأن الله بيقول لي كما لم يشفع لحافظ كتاب الله، كما لم يشفع له حفظه لكتاب الله أن لا يستغفر ما هو مع كتاب الله، لم يشفع لي إني أبقى على الدروس. وصلت؟ مش مبينة جميلة جدا إنك أنت تعرف. هذا لا يدل إنك لا خلاص عندي استغفار. هذه الأمة التمكين تبعها بالاستغفار، مش في حفظ كتاب الله. الله جل في علاه يذكر في سورة نوح فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. وفي آية أخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم. طيب يمددكم بأموال وبنين، وين موجودة هاي؟ مش هاي موجودة عند بني إسرائيل في سورة الإسراء وأمددناكم بأموال وبنين؟ منين قوتهن هن؟ ليش يعني إلهن 10 إيدين؟ عطاء من عند الله أخي الكريم، وأنت مشروط عطاء الله إلك باستغفارك. فلازم تعرف الأمور تدور بما يريد الله. ما في حدا قوي، ما في حدا قوي. الله اللي بيقوي وبيضعف وبخوف وبزيد وبيعطي، الله جل في علاه. ابدأ تعامل مع الله. بدي أنهي بقصة نزلتها، حافظ لكتاب الله. تذكر حافظ لكتاب الله يعني كل يوم يردد، كل يوم حسنات أكثر مني ومنك، آلاف الحسنات، مئات الآلاف الحسنات في اليوم، لكن ما شفع له كما شفع له الاستغفار. وأنا قناتي وتعليمك كيف ما شفع لي مع الاستغفار هو عبودية. أنت عبد لله بالاستغفار، أنت عبد لله بالاستغفار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، الصادقين الهاديين المهديين الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم إخوتي الكرام في قناة الأخ محمد حجازي. أنا أخوكم من المغرب، أريد أن أتحدث معكم أو أسجل هذه الكلمة المقتضبة شهادة لله ورسوله في حفظ الاستغفار المبارك على الأخ محمد حجازي. أنا أخوكم من المغرب، اسمي إدريس. بدأت أحفظ كتاب الله عز وجل منذ 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، ورحلة الاستغفار بدأتها تقريبا منذ سنة في شهر نوفمبر من سنة 2022. وسبحان الله العظيم، يعني ما فتح الله علي به بالاستغفار لم يفتح علي بالقرآن الكريم. كأن الذنوب والمعاصي وعدم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل كانت تحجب عني أنوار القرآن وأنوار باقي العبادات. ولكن منذ أن بدأت في يعني رحلة الاستغفار المباركة شعرت شيء قليل في حقي ما شاهدت وما رأيت، بل كانت مشاهدات، وكانت يمكن أن أقول على أنها كانت كرامات من الله عز وجل. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى بالاستغفار تيسير في الرزق، في الأولاد. ابتعدت عن القرض الربوي وعوضني الله سبحانه وتعالى خيرا، وأمطرني الله سبحانه وتعالى السماء، وجاءني الرزق وجاءني المال من حيث لم أحتسب. ويعني يسر الله سبحانه وتعالى لأبناء الطريق في أمور ما كنت أحلم بها أبدا. فهذه الشهادة لله ولرسوله من باب كما يقول أخونا دائما بلغوا عني ولو آية. وقول الله سبحانه وتعالى فأما بنعمة ربك فحدث. فنعم الله عز وجل يجب أن يحدث بها المرء، وأن يقولها ليس رياء أو تفاخر، وإنما تذكرة وعبرة لمن يريد أن يتذكر وأن يعتبر. الاستغفار هو الذكر بصفة عامة، والاستغفار بصفة خاصة هو باب الله سبحانه وتعالى مفتوح لعباده في السماء، تتنزل منه البركات ويتنزل منه الخير وتتنزل منه الرحمة. فأريد أن أقول لكم إخواني الزموا الاستغفار. فما سلك أحد طريق إلى الله سبحانه وتعالى بنية خالصة ويعني بتوبة نصوح، ليس من أجل المال أو من أجل الولد أو من أجل شيء دنيوي آخر، وإنما يبتغي وجه الله عز وجل، إلا وفتح الله عليه أبواب كل شيء
وأعطاه الله سبحانه وتعالى من نعمه كما يقول أخونا محمد، بل وأكثر من ذلك. يعني طريق الاستغفار طريق مليء بالمسرات، مليء بالمفاجآت، مليء بنعم الله عز وجل، مليء بمحبة الله سبحانه وتعالى، مليء بالقرب إلى الله عز وجل. فهذا ما أردت أن أقول لكم إخوتي، ويعني أحثكم وأدعوكم إلى السير في هذا الطريق، طريق الاستغفار وطريق التوبة وطريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والاعتراف بالذنب وبالضعف وبالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سيكرمنا ويكرمكم جميعا، وسترون العجب إن شاء الله. سترون ما يقول الأخ محمد حجازي بأم أعينكم بل أكثر من ذلك، فالله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء. وهذا ما أريد أن أقوله. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعتذر عن الإطالة. نعم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يرفع العذاب للمستغفر المداوم على الاستغفار. فما جاء عبثا 30,000 استغفار، لكن أنت لا تأخذ يعني وكأنك تريد أن يشفيك الله ثم تترك الاستغفار وتعود إلى من حيث بدأت. لا أخي، الاستغفار منهج حياة نبقى معه حتى نلقى الله، وهذا الذي أقوله دائما. فبالاستغفار هو التمكين في قضاء الديون، الشفاء من كل داء، لكن ابقى على العهد، ابقى مع الله، ابقى ذاكرا لله مستغفرا. نعم جميل، نحن نقرأ سورة البقرة، جميل، هذا علم، لكن الاستغفار هو رحمة، الاستغفار هو شفاء، الاستغفار فيه كل ما تتطلبه الدنيا. وسورة البقرة هي التي تثبتك على الدين بإذن الله تعالى بفضل الله. نعم، مفهوم الدين، مفهوم الرزق، مفهوم كل شيء، الحكمة كلها موجودة في الاستغفار. البصير في عذرا في سورة البقرة، البصيرة، الحكمة، الإيمان، حقيقة الإيمان في سورة البقرة. الله يفتح عليكم ويرضى عليكم. الحمد لله الذي دلنا على عظمة الاستغفار، ولا يزال الاستغفار يزداد عظمة. أنا في الماضي قضى الله عني دين، ما كنت إنه أعرف أن الله سيحمي شخص تحت الزلزال. أخونا أحمد النعناع نزلنا قصته، قصص كثير يعني، بس هو تكلم بلسانه، وهنا كانت كمان قصص من المغرب جاءت على الزلزال ما شعروا، نزلناها هذه القصص كلها. ما كنا نعرف إنه الاستغفار يشفي من سرطان، وهذه قصة لسرطان، شفاء من السرطان يعني نأخذها. نعم، هذه استغفار شفاه الله من السرطان. أقسم بالله الحي القيوم إن الأطباء أخبروني إن بي سرطان من شهرين، وضاقت بي الدنيا، ورأيت فيديو من فيديوهاتك باليوتيوب بالصدفة، والتزمت بالاستغفار شهرين. أقسم بالله الجمعة الماضية أخبروني الأطباء إنه لا يوجد بي سرطان، مع إنني في المرحلة الثانية. أقسم لربي وعهدته أن أخبركم وأخبر كل الناس عن فضل الاستغفار. جزاك الله الجنة أخي محمد حجازي، تحياتي لك، بارك الله فيك، والحمد لله حمدا طيبا. نعم، هذا أخ مع سرطان شفاه الله بالاستغفار، لكن شو بده يعمل بعدين؟ يعني يترك الاستغفار وخلاص الله شفاه؟ ما بدها تتكركب الدنيا كمان مرة، ما هي تتكركب الدنيا، لأنه إحنا لازلنا لا يعني الإنسان يذنب بالليل والنهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني. فما العيب إنك تستغفر الله، خفت من إنك تلزم الاستغفار. نعم، وأنا حياك الله أخي خالد، طبعا أحد المشرفين معنا، وأسعد الله صباحك وصباح إخوتي وأخواتي المستغفرين. قصتنا جميلة وجمالها في عودتها للتوبة الصادقة ولزوم الاستغفار الذي سمعت أخي محمد حجازي يقول عنه مفتاح كل العبادات. فالحمد لله الذي دلنا ودل على هذه القناة المباركة التي كل من دخل فيها تغيرت حياته 180 درجة، كما تغيرت حياتي منذ 6 أشهر الفضل لله. ثم لأخونا محمد الذي تعلمت منه الكثير والكثير، وكل يوم أتعلم. الحمد لله رب العالمين. يعني هل الأخ بقي في قلبه ريب بعد أن سمع كل هذا؟ حفظ لكتاب الله الذي يعني أفنوا حياتهم في حفظ كتاب الله منذ الصغر لربما، ولا زالوا مستمرين حفظ وأهل الله وخاصته، لكنهم تكركبت حياتهم، وعندما لزموا الاستغفار تغيرت حياتهم. لا يرضيك هذا أن تعرف
عشان ما تتكركبش حياتك في المستقبل وتقول لماذا وأنا أستغفر، لربما أستغفر مرة 100 ومرة 1000 مرة 7000 مرة 2000 وأنت مش عارف شو السيرة. لا أخي الكريم، لربما إحنا نخطئ بالليل والنهار. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. شو يعني وحدة نخطئ بالليل والنهار؟ والله إذا فت على التيك توك ما بتطلع بساعتين، هذا التيك توك ما بتطلعش منه بساعتين. طيب هاي حسنات كلها جميع حسنات، كل هذا الحرام الذي رأيته والكلام عندما تراسل وتراسل وتراسل، هذا يعني هذا كلمة استغفر الله تكفي؟ يعني نعمل الأفاعيل ثم فقط نستغفر هكذا؟ يعني مش هيك الأمور، ليس هكذا. هذا اللي فهمناه وهذا اللي تبين لنا والحمد لله رب العالمين. وعشان هيك الذي رضي بما بينا وأخذ محمل الجد ما بينا، الله غير حياته. وفي هناك ناس انتكست تهاونت لربما 3000 أو 4000 فما وجدت. يا عمي اكثر ذنوبك كثيرة، اكثر بالاستغفار. والذين جاهدوا فينا، نعم، من لزم الاستغفار، تذكر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. والخباز مع الإمام أحمد لزم الاستغفار، مش كان يستغفر على خاطره، قال كل الوقت وهو يستغفر. وسيدنا أبو هريرة كان يقول إني أستغفر الله باليوم 12,000 مرة على قدر عتقي. والإمام ابن تيمية كان إذا أشكلت عليه مسألة كنت أستغفر 1000 مرة. سؤال كم كان استغفاره العادي؟ وهكذا وعد. ونحن الحمد لله رب العالمين الذي بين لي هذا وأنا راضي والله كل الرضا وأتم الرضا، إني أعرف حالي. لماذا؟ عشان أعرف أجاوبك وأبين لك إذا أنت بالمستقبل كان عندك مشكلة أقول لك كم تستغفر أخي الكريم، ما هو عدد استغفارك. الله يبارك فيك، لأنه احنا فتحنا القناة على 30,000 استغفار، فاليوم بدأوا يستغفروا 3000 5000. فهمت علي؟ اليوم بدأوا يستغفروا 3000 5000 و7000 و12000 و30000 و20000 وهكذا. لا يا أخي، ارتفع كما بينت لك عندما أخذت الصلاة الإبراهيمية ونزل، وعندما عدت لل30,000 وإذا السماء تمطر. شو دلالي؟ ما هي الدلالي؟ يعني كل الوقت ما كانش مطر، لما وصلت 30,000 ونزلت التدويني وإذا الله يمطر. الله لا يوافق هذا الكلام يعني. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. في قصص كثير إن شاء الله ننزلها تباعا، وحياكم الله وبياكم. في قصص كثير جميلة كثير مشرقة يعني بتفرح القلب. والله الله قريب لكننا نحن بعيدون، نحن نتفنن في معصية الله. نحن خلص، نعم خلص راكب على راسي هيك، أنا بعمل هيك. الرسول عليه السلام كان لازم الاستغفار، كان يعد له في كل مجلس استغفار. وذكر هذا ودون عليه عليه أفضل الصلاة وتم التسليم إنه كان يستغفر كثيرا. وإحنا من نحن والرسول عليه السلام؟ من هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني مغفور الذنب ولا شيء عليه أصلا، هو لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة والسلام. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.